شيء لحال، اولاد بلد وعلى روح وحده ونفس واحد ودمنا لبعض يا اخي، بس ما بنعطي اكلاتنا لبعض. نحن بموضوع الاكل اخي لا حدا يتدخل بيناتنا اذا بتريدوا. بكل شيء نحن بنحب بعض الا بموضوع الاكل. انه تيجي تقنعوني الكبه حمصيه ولا حلاوه الجبن، نحن خلافنا اخي على الاكل. اخي نحن لا حدا يتعدى علينا، بنحب بعض وكل شيء، بس ما بنحب نحن حدا ياخذ اكلات حدا. اذا بتريدوا كل شيء ولا الاكل، دم بنعطي يا ابن البلد، نحن دمنا بنعطيه، بس يقرب لي على طنجره المحشي علي ما علي يجي يقول المحاشي من عنده ولا يقول لي الكبه من عنده انا ما وحلاوه الجبن وما بعرف شو. لا يا اخي، لا يا اخي، هذا موضوع اخر. اذا بتريدوا لا تخلونا، هي نحن اكبر همومنا بصراحه موضوع الاكل بسوريا. يا محلى هي الهموم، يا محلى هذا الخلاف. هذا قديم. اوكي، وفي عنا هون هدول 3 مع هذا بسطان الزهر، هدول لسه ما قستن، بس نرجع بنقيسهم. بس هلا انا محتاره شو بدي البس انا. هلا شو بدنا نلبس؟ البس شي مرتاحه، اكون هيك مرتاحه فيه يعني ما يزعجني. هذا مو رحت فيه اخر مره كان على الصالون الاصفر. شو بدنا نلبس؟ خليني اشوف شو بدي البس لنطلع ونروح على الصالون اذا جهز. راح حبيت البس هيك، لبست هي التنوره كتير حابتها. كمان لما لبستها ما تنت فيها، توسخت، فكتير حلوه هي. اخذت عليها هذا جزدان مرطب، ما عم بتركه ابدا ابدا ابدا. صراحه عم بستخدم، عندي كتير مرطبه بس عم بستخدم هاد. الله يكون عم فيه ونام بحط منه. اوكي رح احط هاد معي، حط شوية كبيرة، ما حطيت لها شي. هلا بحط لها الكولونيا تبعيتي كتير بحبها انا، بحط لها هيك شي خفيف، عرفتوه؟ اوكي خلينا ناخد بس مسكرتنا. هي المسكرة، ناخد هي. يا الله منك يا ريتشو. شو كان بدي؟ بس لانه هنيك بس رح احط مسكرتي. ما بعرف اذا باخذ اي لون، ما بعرف شو بقى هيك. هاخد هي الحمراء والايلاينر بس. تخيلين بس هدول 4 شغلات ملوش عم نستخدمهم، 3 شغلات يعتبروا لانه المسكر بدل ما دخلها بالقصه كلياتها. اوكي هيك صرنا جاهزين، خلينا نطلع. هدول نظارات وان شاء الله ما انساهم هنيك. اوكي خلينا ننزل. طلب التاكسي، هيك طلب لي تاكسي ولا شو حبيباتي. هلا اخذ هي الكولونيا لميرو، بس ما الاقيه. فرجوني، لا شوفوا هي خاصة هيك مثلها، بس خلاص ما عاد الاقيها عن جد، ما في شي. بس راح اخذ له هي نعومة، حط لها شي هيك نعوم. والله اختفت، كانت هون البوابة فراحت. اوكي مشوا خلينا نمشي. شي لا بدي اخذ ميتي كمان معي، يعني كل شوي عم بشرب مي كل شوي. هي سمعانين صوت التلج؟ ما بحسن اذا ما في، اذا مو مي باردة ما بحسن انا. يلا ننزل. لقيته محطوط تحت. تعي يا عمري، تعي. ماما كمان بس حطيتني مسكين. هذا كتير ريحته طيبة عن جد، وهيك هادية يعني. اوكي نسيت احط ريحته طيبة. نسيت احط واقي شمسي. بابا ما شم ايدي. بابا ما شم ريحتك؟ نحن بنعتذر. اعتذر؟ ايه بابا ما شم ريحته. ريت شو طلع؟ كمان هو رايح عند الحلاق. بالحلاق بيقصر. ايه راح يقص شعراته ويظبط جماله بابا. ماما ايهم كمان منه يعمل صار، احمد كمان منه يعمل صار، انا كثير حبيته. يا عمي ان شاء الله بيرجعوا لهون ويروحوا بيظبطوا شعراتهم مع بابا. هنن وسنود. ونحن كل ما بيروحوا نعمل زمان. لازم اخذ معي واقي الشمسي انا. نعمل زمان زمان كثير حلو وكيوت. ما يتذاكره. اوكي شو اخذتي شنطتي انتي؟ ايه
عملت جمال كله انا عشان اساعدك. مشان تساعديني. لك خليني ماما الحين انا رايحه اجيب سنتين. ما يتذاكره. يقولوا اول حلب واكلاتها. حمص ومعروفه انه بالجمال ببناتها، حمص وبناتها. والشام ومياتها. عرفت شو؟ يعني الحماصة ما عم يكتفوا اخذين كل الجمال وما شاء الله عليهم. عرفتوا؟ انا ليش هيك تحمست؟ المهم يعني انا عشت فتره منيحه بحمص، فبعرف يعني، وخدمت حتى عسكريتي بحمص، فيعني بعرف انا هذا الشيء. والشام ومياتها، يعني اللي بيشرب من مية الشام الله بعز الصيف في جبال ببلودان، تطلع بلودان تشرب من الينابيع، تشرب مي بارده كانه طالعه من الثلاجه، والله العظيم. فانه بنرجع لموضوعنا، انا ما بحب الفتنه، بس يعني خلص انتم اكتفوا بالجمال يا الحماصنه، وبدكم تاخذوا كمان حلاوه الجبن. يعني ما معقول اعترفوا، حلاوه الجبن حمصيه ولا حمويه؟ حربوه، قد وقته، ذكي، بيعرف يتصرف، ما شرط انه يكون ممثل او ملعب. كلنا بنضطر نشتغل لنحمي حالنا ونحمي اولادنا، وبدنا نتعامل بذكاء، لانه هذا وقتنا. في انت بحياتك في ضرب ما بتعرف منين بيجيك، منين بتاكل هذا الضرب. فكل ما هنالك الموضوع ما له موضوع تمثيل، هو فقط ذكاء وإدارة مني أنا. عرفت شو؟ أنتم بتتهموني بالتمثيل وبتتهموني ببعض الأمور لأنه هذا النقص الموجود عندكم. عرفت شو؟ عم تشوفوا حدا ما له موجود بمحيطكم. عرفت شو؟ فكيف بدك تحاربوا؟ كيف بدك؟ فبدك تستلموا بهاي الطريقة. ايه ممثل، ايه متناقض، ايه ما بعرف شو. طب كون اذكى مني، كون افضل مني، ليش تتهمني بهذا الشيء؟ بعدين وين التمثيل اللي انا عملته؟ وين؟ قدامنا حديث طويل بنحكيه انا وانتم، بس انا امبارح كخطوة اولى لاحظت اني انا شغال صح على الموضوع. كخطوة اولى انبسطت امبارح انا. عرفتوا شو؟ يعني نفس ما انا عم خطط له، كل شيء عم برسم له عم يصير. كخطوة أولى، كخطوة ثانية لا هي كانت، كخطوة أولى صح وخليتها أصح، بس تمت الخطوة الثانية. ومكملين والله يختار الخير للكل. أنا والله يا شايفين رافعي، والله ما عندي عداوة، والله ما عندي مشاكل مع حدا، أقسم بالله إني ما عندي أي مشكلة مع أي إنسان، بغض النظر ام الاولاد ولا، ما عندي مشكله مع اي انسان. اذا حدا بده مني شيء فانا حاضر. ما فيني لا اشوفهم بهذا الموقف، والصعب علي اني اشوفهم كمان قدامي بنفس الوقت عم يروحوا مني. فهمتوا علي شو؟ صعب علي. هلا هي مبسوطه بانه اولادها رح يحضروا، اوكي، مبسوطه انهم رح ينحطوا بهذا الموقف، وهي بكل بساطه فيها تختصر كل الامور. على فكره اليوم بيهمك مصلحة أولادك، بيهمك ما يحضروا محكمة وما يعيشوا هاي الحالة وما يشوفوا، لأنه اللي بدخل على المحاكم يا جماعة بشوف أشكال ألوان. اليوم هي فيها تقول إنه أنا أولادي ما بدهم يحضروا وأنا بروح وبتنازل. هلا هي رح تنسحب ومعي الدليل القاطع هون، تمام؟ أنا مو عن غباء عم بتصرف، أنا بس بنزل لهم، بس انه الاهمال، بس فقط الاهمال هذا بيكفي للقاضي انه يسحب الحضانه. حاليا مدارس واقفه وامور كثيره. انا شو طلبي يا جماعه؟ انا عم بطلب غلط، بس فهموني. انا ما قدامكم، انتم هل متقلبين في البعض منكم؟ هل بيقعدوا وهدول شغلتهم وظيفتهم بس طلعوا كيف؟ هدول ما فرقانه معهم، هدول لا ذمه ولا ضمير، والله العظيم. روحوا بيستفزوها، ايه انت هيك عملت ما بدك اولادك، ما بدك بيجوا لعندي، بدك تخلص من اولادك، بدك تخلص. والله العظيم هو المطلوب شويه وعي. نحن هذا الموضوع ما فينا نشتغله كرمال السوشيال ميديا، هذا امر شخصي، هي امور شخصيه. صح انعرضت بس ما انا اللي عرضتها. في مين هو اللي عرضها بالسوشيال ميديا، انا بغنى عنها.
انا صح بشتغل للناس، بس كيف؟ بالشيء اللي عم اقدمه مثلا، بحيث انه ما نقدم شيء مثلا خادش او ينزع الاولاد او يعمل فتنه بين الناس. يعني بنحاول نحن خلص الحياه اليوميه الطبيعيه هي نحن بنشتغلها على ذوقكم، نعم، على لحتى انتم تكونوا مبسوطين فيها. بس ولكن موضوع اولادي انا ما بشتغله من شانكم ولا من شان اي انسان بالدنيا، انا بشتغل لمصلحته. فلا تفكروا انه انا عم بعمل شيء خايف منكم ولا لا ارضيكم باولادي. لا 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 لا, لا. انا كل ما هنالك عم بحكي بالموضوع لانه ما انا يعني هو اللي انتشر جبرني. انا اليوم انا هلا في حاله مطلوب التوضيح، مطلوب اني اشارككم، لانه خلص صار ضمن يومي. هذا الشيء صار من ضمن اليوميات. انا اليوم ما في شيء شاغل بالي وفكري غير هذا الامر، فعم بحكي فيه. ليش؟ مجبر. العالم عم تتابع معك، في ناس يعني قلبها عليك. يعني انا عم بحكيكم بهدول 1%، واليوم 99% نحن هي معنا، ما فيهم 1% كمان والله العظيم. بس هدول بيأثروا. يعني خلينا نقول 1000 شخص من ضمن مجموعة على السوشيال ميديا يا أخي، من ضمن 8 أو 9 مليون مجموع كامل كل المنصات. عندك 1000 واحد، هدول بيعملوا بلبلة يا جماعة، بيعملوا هاي القصة. فوت بحط لك كومنت جروب معلم، بحط له لايكات، سوا وين؟ سوا 50 100 لايك. وين صار أول الفيديو؟ لأن كل ما حطيت لايك للفيديو بيرتفع. أنا علمتهم هالشيء فصاروا يستخدموه ضدي كمان. المهم أنا شو بدي أخلص من التهديد، بدي أعمل هيك نام أنا أولادي مرتاح. كل يوم برفع بدي أطالب بولادي، بدي أطلع على دبي، بدي أطالب بولادي، بدي أعمل ما بعرف شو. ليش أخي؟ أولادك عايشين. طلبي بسيط، ورقة من المحكمة بتنازل. إذا هي بدها مصلحة أولادها وبدها ما يعيشوا هاي الحالة، أنا رح أعيشها إياها وارجع إنه أنت السبب، إنه أولادك يكونوا هيك أمام القاضي وأنت ما عارفة شو بدك تعملي. إذا بيهمها هذا الأمر، فإذا بدها مصلحة أولادها اليوم، هي نتائجهم تعرفهم. هي الولد إلا شوي رح يجيب 100 من 100، 98 يعني 100 يا أخي. وبنقابل الجلاء الحقيقي اللي جبته أنا من المدرسة بالصف الثالث والرابع، اللي نجحوهم مع مرحلة وجلاء. طلعت موازنة معثر متعثر 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 ضعيف ما بعرف شو. ما في غير 2 جيد بكل الصفحة. والله يمكن حطوا لهم اياها جبران خاطر، لانه ما في لغة، ما في لا عربي ولا انجليش بالموضوع. فالولد كيف بده يحل الامتحان؟ فمعي هون انا والله قادر نزلكم الصورة، هي كافية لأنها تسحب لي الحضانة. وليش عم لكم انا متأكد؟ لانه الاولاد مصلحتهم معي. انا عندي الاستقرار، انا المستقر وهي ما عارفة وين، شي بمصر شي هي اللي ما أنا مستقرة. فكيف انت قادرة تحضني الاولاد؟ فهمتوا علي شو؟ طلبي بسيط، خليني اهتم بهالولاد، بس اعطوني ورقه احمي حالي منها. بتحميني وبتحميها، لا انا الي شيء عندها ولا هي شيء إلها عندي. واليوم الاولاد بيرجعوا على المدرسه بنص السنه عندهم عطله اسبوعين. بهدول الاسبوعين يا اخي وين انت؟ في اي بلد؟ في اي دنيا؟ انا اليوم ببعث لها اياهم فيهم، انت اليوم بتشوفيهم. بيرجع كمان عندكم العطله الصيفيه اللي هي شهرين، ينزلوا بيشوفوا امهم فيها. لك يا اخي خليهم بيني وبينك، ليش بدك تحاربيني بالسوشيال ميديا؟ ليش كل ما دقيتي وما ردينا بدك تفتحي فينا بس مباشر؟ ليش هالشيء؟ مانك مبسوطه باولادك؟ مانك عم ما لك قلبك ما فرح مثلا وقت شفتي نتائجهم وشفتي التطورات اللي عم يعيشوها وشفتي الحياه اللي عم يعيشوها؟ يعني ما عم بفهم التركيبه. طلبي بسيط، اذا هي عندها وعي، اذا اليوم بنشغل الوعي، اليوم في خلص انسان الله حط له عقل يا اخي. نترك هذول اللي يجوا لعندك مثلا ويستفزوكي، يلا بيجوا لعندي نفس الشيء. انا مطنقر لهم، انا ما بيهموني. عمري 6 سنين بالسوشيال ميديا، هذول كانوا اثروا علي لو بدي اثروا من قبل. انا مقتنع بالشيء اللي عم بعمله، نحن مقتنعين بالشيء اللي عم نعمله. خلص نعرف نحن مين اللي بيحبنا ومين اللي ما بيحبنا، ومين اللي بيستنى اصلا عند اي يوتيوبر واي عائله انه يصير عندهم مشكله ليدخل ما عنده شيء، قاعد هيك يلا لك هيك. هاي انا عم بعطيكم، هذا شيطان والله، شيطان يا جماعه. صغر العقل هونيك من الطرف الاخر. خلينا نترك شوي السوشيال ميديا وما نتجاوب، ما نتفاعل مع ولكني والله اخر همي، والله مقتنع انا بالشيء. هلا في عالم ما صدقت تخلص من اولادها. في البدايه عم تقولوا لي ابعتهم خلص،
نفسهم هن نفسهم اجوا ما صدقت تترك اولادك. مالي فيهم، الله شاهد على كلامي والله شايفني والله وعلى نياتكم ترزقون. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. مزبوط. فانا ما مقتنع بالشيء اللي عم بعمله. ماشي صح. الحاله اللي اليوم احمد وايهم فيها هي فرضت علينا كلنا. تمام؟ يا الجنه يا النار. بدك اولادك. انا كأم رح اكون، انا بخبرك انا هلا لو احسن انا او كأب لو احسن عندي مظلومين والله لاقول لهم لا خليهم معي. خليهم معك. هلا كثير بدي ما بدي ما بدي. لا اليوم لازم تختاري. لا اليوم انت هي اذا كان عندك مجال لانك تختاري، اذا ترك لك مجال القاضي، بس معك مجال اليوم انك تختاري، خليكي من هلا لموعد المحكمه. خليها هلا من هلا لموعد المحكمه ترجع هيك مراجعه حسابات، امور ما نفكر بالماديات وعنك هلا نزلوا كيسين مصاري لعندك على المرتاح. انا بعرف ما نفكر بهاي الامور وفكري بمصلحتهم. فكر بمصلحتهم وتشوف اذا شافت هي مصلحته معه مقتنعه فبنترك الامر للقضاء هو اللي يحكم. واذا ما شافت فيها بكل بساطه هي الجلسه كلها الولد ما ينحط فيها. هي الجلسه اللي هلا نازل يحضرها ويشوف الحالات اللي برا عم تستنى والدخله وتطلع وهي اللي عم تبكي وهذا جاني طالع مهستر من جوا. فبيصير هاي الحالات بالمحاكم يا جماعه، بالمحاكم السوريه ما شفتوا. فبدك يا ما يعيش هاي الحاله وهي رح تبقى بذاكرته ما رح ينساها بحياته. والولد وعدني والله الاثنين يا بابا كل يوم بابا لا تزعل نحن جايين، نحن بنوعدك انه جايين. عرفتوا شو؟ بس ما فيك تاخذ اليوم بكلامه يعني كمان بنفس الوقت حط عليه انه انت وعدتني وما جيت، لانه ما له بالغ راشد، اسمه ولد. شو خبط لنا بفتح باب سيارته خبط لنا السياره. مبسوط هيك ما حسيت حالك عملت شيء؟ ضرب لي باب السياره، فتح باب سيارته خبط. سمعتوا الصوت؟ ما هو مشكله. فالولد ما فيك تاخذ منه، وبالنهايه هو مرجوع وبعيدها للمره المليار. هذا كله لا مرجوع لأمه. والله العظيم ما بيهون عليه يشوف دمعة من أمه. أقسم بالله يمكن بالمحكمة أنا شايفين مو واعدني يجي والله ما يشوف هرة دمعة من أمه. لا ينسى أبوه اللي تعب وينسى كل شيء، لا ينسى كل شيء ويرقد. بس هو ما بيعرف مصلحته. نحن بدنا نعرف مصلحته. خليه بيني وبينك بس اضمن انه انت ما بقى تقربي صوبي، لانه ما تركتي لي مجال سنتين وانا عم اقول يلا بكره بتهدى، يلا اللي بعدها، يلا معلش ما خلي اهل نانسي على بنتي على ابني على اوه شوفي بدنا نخلص من هالامر يا جماعه. فهي مطلوب منا شويه وعي. بدي هاي الورقه ضروري جدا لانه ما تركتوا لي مجال، باي لحظه انتم بتغدروا فيني. بدي امن على بيتي وعلى حالي والله العظيم. ما بتجي لهون ترفع دعوه ما ترفع ما إلا شيء. انا اخذ حكم من دولتي من المحكمة. تمام؟ لأنه الحضانة لإلي. هيك كل شيء تمام. خلصنا من هاي الخطوة. الخطوة الثانية بالعطل. تفضلي هاي أولادك بالعطل وبالعطلة الصيفية وبالعطر البن، يعني عندك أسبوع وعندك شهرين وخلصت. ليش حصرا بدنا نختار السوشيال ميديا ونطلع هاي؟ زائد طلبي، يعني أنا ما طلبي جدا بسيط. ماضية صغيرة عرفتوا؟ امضى صغير انه ما بقى تجيب سمعتنا بكلمه. حقي حافظ على سمعتي ولا لا؟ حلفتكم بالله حقي امضيها. بسيط جدا يعني. ما بدها تمضي يعني ناويه تحكي؟ لا هذا الشيء طلع يعني هذا مو مزاجي بصراحه. المحكمه ولا هاي في امور كثيره انا مزبطها انا بس احمي حالي. ما في شيء يضره والله، ما في شيء يضره ولا في شيء يضرني. هدفنا انا بالنسبه لي بس ابني اولادي ينحل امورهم ويرجعوا يكفوا مدارسهم هون. تمام؟ وخليه ليكبر يختار. خليه هو ساعتها بدوز الامور. يعني اول على اخر اصلا هو هلا احمد سنتين عملوا هيك راحت. انا 5 سنين ما بعرف، وقت بعدوا عني 5 سنين ما بعرف كيف خلصوا كيف صار. فاول على اخر هن راح يجوا. تمام؟ فكر للمدى البعيد. موضوع بسيط. ما تجيب سيرتنا بالسوشيال ميديا ولا منجيب سيرتها، يعني بمعنى لا من آذيكم ولا بتآذونا. خلاص حاجة فضايح وحاجة مسخرة وحاجة هاي وحاجة تعب نفسي وحاجة أرق. لعما أتمنى يوم ما حكيت علينا فيه،
عملنا هيك يوم ولا ما ثبتت كومنت عم يغلط بشرفنا ولا والله العظيم سوقيين لأبعد الحدود الكومنت. بس الغلط مين اللي عم يثبته؟ ايوه وبضحك له وهاي يعني خلاص يا جماعه خلص والله العظيم انسان ما عنده سمعه والله يدفن حاله بالوحل مو بالتراب، يدفن حاله بالوحل. اللي بده يسمح لاي انسان يخدش له سمعته ولا اهله ولا شرفه، ما عنده شرف ما عنده والله العظيم بالوحل يدفن بالوحل يدفن حاله وهو عايش. عرفتوا؟ فانا هي طلباتي وجدا بسيطه وما فيها مضره، انا ما اضريت حدا ولا اذيت حدا. عرفتوا شو؟ هي طلباتي لا اكثر ولا اقل. فان شاء الله يرجع الوعي ونرجع نفكر وفينا نختصر الموضوع. لا الاولاد ما ينزلوا، انا رح اروح للقاضي واقول لهم مصلحتهم مع ابوهم. انا بس مصلحتهم، اذا بتعرف مصلحتهم انا مصلحتهم مع ابوهم، اذا ما كان هدفنا طريق ثاني. والناس رح تعرف كل شيء. ها الناس عارفه والناس حافظه والناس لها نظره. والله ما في حاشاكم تكونوا اغبياء، والله ما لكم اغبياء. كل انسان والناس اكله دروس بحياتها، اكله ضروب، بتعرف الصح من الغلط. وعلى الله احسن شيء. بتعرف الصح. هي السوشيال ميديا بتعلم كثير. عالم السوشيال ميديا مو سهل ابدا، ومو اي انسان يعني قادر يدخل بعالم السوشيال ميديا. يعني انا اذا بقارن حالي من قبل اليوم بعالم السوشيال ميديا، انا تعلمت الصبر، احسب خطواتي، احسب الحرف اللي بده يطلع مني كلمه، لانه كلمه بتروحك. السوشيال ميديا ما حدا رح يرحمك، بس اغلط حتى اللي بحبك بس تغلط ممكن ما يرحمك، يقلب عليك. فعلمتني هذا الشيء، وهذا انه دائما افكر بالكلمه اللي بدها تطلع مني، ما اتسرع، ما اتصرف تصرفات خاطئه، ما وغير هيك. الناس اللي تعرفت عليها تمام اليوم، وبعد جيتي على الامارات وتعرفت يعني على كل الطبقات، فاستفدت واستفدت انه اكون حكيم بكثير امور، والحمد لله رب العالمين. هي غير، انا ما عم بحكيكم ماديا، انا ماديا ما بجيب سيرتها، اوكي، بغض النظر عن الاستفاده الماديه، ولكن علمتني الصبر، علمتني اني اعرف اتصرف اكثر، احسب خطواتي اكثر، كل شيء. فانا اليوم اذا اي خطا مني، انا اليوم عم بهدل حالي قدامكم قبل ما اتبهدل انا. فبستغرب وقت هذا بيجي بيقول لك والله إيه انت هيك، ما بدك انت هيك عم تعمل مشان هيك، انت هيك. يا حبيبي انا ما بيصير، حتى لو كنت انا بالواقع اكون غلط، ما فيني اكون بالسوشيال ميديا وارجي غلطي للناس او اكشف حالي. انا كتاب مفتوح هيك ما عندي شيء مخبى، ببعت طلع بشيل. وشغله ثانيه والاهم، انتم اللي عم تقولوا كذا، طيب انا فيني كنت اتصرف تصرف، انتم عم تقولوا هذا اللي بده يحرم من اولادها، كان في عندي فيني اتصرف تصرف انا، نزل الاولاد. ايمت انزل الاولاد؟ في يوم المحكمه. لا رح تلحق تحط هي محامي. انا والله ماني ما عم لكم لتشوفوني منيح، بس والله ماني سيء، اقسم بالله، الله شاهد، الله بيعلم، والله ما هيك تربيت يا جماعه. فيني انزلهم يوم المحكمه، وهي وين؟ بلبنان. ما فيني كان استغلها واسحب الحضانه منها وهي هنيك. انتم يا الفئه اللي عم تظلمني، انا فيني اتصرف هذا التصرف؟ فجاه حاجز لهم كذا كله على المخفي، لا بحكي على السوشيال ميديا ولا شيء. بنزلون بيحضروا الجلسه، حكم لي فيهم القاضي ويلا. لا انا تركت لها مجال لوقت الجلسه، حكيت علنا انه اولادي نزلوا. يعني هي قادره تلحق تحط محامي اذا بدها، قادره ترجع تعيد حساباتها بالكامل وتشوف مصلحه اولادها وين. انا خليت لها مجال تفكر يا جماعه. فالظلم والله انا ما بتمناه ولا لواحد منكم، ما نظلم الناس. يعني شبه في بدي اكل قتله وبدي ادفع مصاري، عم تحكي ايدي اليسار. والله كان فيني اتصرف هذا التصرف، اني هلا انا كان فيني نزلهم عند جلسه الجزائيه، هي الشرعيه اللي هي بيصدر فيها القرار النهائي، فيني ابعتهم بهذا الوقت، وهي ساعتها لا فيني انزل على سوريا، استغلني. لا، كل شيء قدامك، قادره انت كل شيء هلا تعيدي حساباتك وتطالبي وتعملي وتبعتيهم ولا تخليهم. عندك الكره مسكتيها هلا بنزلتك، هلا الكره بين ايديكي، تتصرف. بكون هيك انا استخدمت اسلوب قذر برايكم؟ فسروا. هلا